الو. الو. ايوه يا داني، من امبارح بحاول اكلمك انت ما بتردش عليا. انت ناسي ان فرحنا كان المفروض كمان 6 ايام؟ هو انت من كل اللي حصل ده يا روعه مش واخده بالك ان الفرح اتاجل او شبه اتلغى؟ داني عشان خاطري، انت ما ينفعش تسيبني بعد اللي حصل بينا. ما ينفعش تخليني اتذلل لك كده، انت عارف ان انا مفيش في ايدي اي حاجه اعملها. عادي، اللي حصل ما بيننا ده بيحصل ما بين اي اتنين، وده مش معناه ان انا هعمل كل اللي انتوا عايزينه عشان حاجه زي دي. لا يا داني، اللي حصل ما بيحصلش ما بين اي اتنين، بيحصل ما بين اتنين متجوزين بس، وحاجه غلط. انا مش عارف بصراحه ليه ادفع ثمن اللي حصل ده انا لوحدي، وانا اللي مطالب بس اتنازل، مع ان الغلط كان غلطنا احنا الاتنين، والمفروض احنا الاتنين ندفع الثمن. ارجوك يا داني، انقذ معايا الموقف دلوقتي، وانا بعد كده هبقى تحت امرك في اي حاجه انت تطلبها مني. لو سمحتي يا روعه سيبيني افكر، انا محتاجه اقعد لوحدي. ماشي يا داني، مع السلامه. مع السلامه. الو. الو. ايوه نغم، في ايه يا روعه؟ عمل صوتك، انت لسه فوق؟ طب معلش، ممكن لو انت نازله تعدي عليا ضروري قبل ما تروحي مشوارك؟ اوكي هعدي عليكي حالا، انا كنت نازله اصلا. هستناكي. في ايه يا روعه؟ قلقتيني، احكي لي مالك. نغم انا في مشكله كبيره جدا. مشكله؟ احكي لي. ماما وبابا مصرين ان هم يزودوا مبلغ المؤخر، بيقولوا ان ظروف الاتفاقات اختلفت من زمان عن دلوقتي، بس داني رافض. بصي يا روعه، مع احترامي لمامتك ومع احترامي لموقفها وخوفها عليكي، وفاهمه جدا اللي حصل ده بسبب الظروف اللي اتحطت فيها اختك، بس هو ايه في الدنيا مضمون؟ ايه في الدنيا بيفضل على حاله؟ وبعدين حتى المبلغ الجديد اللي هم قرروا يكتبوه دلوقتي بعد كام سنه برضه مش هيبقى له قيمه، وهكذا وهكذا. وبعدين هو لو داني وحش، فلوس الدنيا كلها هتعوضك؟ هو ممكن يفضل معاكي ويكرهك في عيشتك، ويفضل طول الوقت بيطلع اسوأ ما فيكي، ويخليكي تستغني عن كل حاجه مقابل حريتك. يبقى ساعتها الفلوس هتنفعك بايه؟ المشكله ان ولا ماما ولا بابا هيقتنعوا بكلامك ده. وبعدين في مشكله اكبر من كده بكتير. انا وداني حصل ما بيننا علاقه واحنا في الشقه لما كنا بنفرشها. علاقه؟ روعه انت عارفه انت غاليه عندي قد ايه؟ انا كارهه الفعل الغلط اللي انت عملتيه، بس انا مش كارهاكي انت. مع الاسف يا روعه باللي انتوا عملتوه ده انتوا كسرتوا فرحتكم، بدل ما تستنوا ليله فرحكم والناس كلها تزفكوا لبيتكم، حولتوا الجواز لفضيحه وستر. وده طبعا عشان انتوا الاتنين استعجلتوا وما استنيتوش لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن. اعتقدتوا خلاص ان احنا مخطوبين وفرحنا قرب كمان كام يوم، فاستعجلتوا على حلال ربنا وارتكبتوا معصيه. انا بالنسبه لي القصه بتاعتك دي لو هطلع منها بحاجه واحده بس، ان انا لو فرحي كمان ساعه وكل حاجه موجوده ومترتبه ومفيش اي مشكله، عمري ما اسلم نفسي الا وانا جوه بيت جوزي قدام علم اهلي وبرضا ربنا سبحانه وتعالى. واعتقد ده درس ليكي ولكل بنت وليا، ان مفيش اي حاجه في بكره مضمونه. اما بقى بالنسبه لموضوع المؤخر والكلام ده، الحقيقه انا هغلطكم انتوا الاتنين. انتوا الاتنين المفروض دلوقتي تترفعوا عن اي تفاصيل ماديه، وتحطوا ايديكم في ايد بعض، وتكونوا مدركين الموقف اللي انتوا الاتنين فيه، وان انتوا مهما حصل لازم تتكاتفوا عشان جوازكم يتحول لجواز رسمي قدام الناس كلها. معاكي حق. يعني ما قلتليش قررت تعمل ايه مع خطيبتك؟ النهارده كل خالاتك عاملين يتفقوا هيلبسوا ايه ويعملوا ايه في فرحك، اللي هو المفروض بعد كام يوم وانت ما قررتش. مش عارف يا ماما، مش قادر اخد اي قرار. فكره ان انا بيتلوي دراعي وبتحط قدام الامر الواقع معصباني. انا شايفه ان انت لازم تفكر بعقلك مش بقلبك، وتاخد القرار اللي انت شايفه صح من وجهة نظرك. في الاول وفي الاخر هي حياتك انت، وانت اللي هتعيشها. المشكله يا ماما ان انا وروعه حصل ما بيننا شويه تجاوزات يعني في اخر ايام الخطوبه، وبصراحه مش حابب او مستحرم ان انا اسيبها بعد اللي حصل ده. تجاوزات؟ هي دي الطريقه اللي انت بتحافظ بيها على بنت الناس؟ هي دي الطريقه اللي انت بتصون بيها الامانه اللي اداها لك اهلها؟ اوعى تفتكر ان انا هقول لك برافو ما انت الولد ومفيش اي مشكله ان انت تعمل حاجه زي دي. اللي انت عملته ده انت غلط فيه وهي غلط فيه. كل شروط اهل خطيبتك هتتعمل يا داني، حتى لو هم هيلووا دراعنا في الماديات، مش احنا اللي نلوي دراع الناس في شرفهم. معاكي حق يا ماما، انا فعلا كنت محتاجه افوق لنفسي. انا قايمه اكلمها. الو. ايوه يا روعه، انا اسف.